الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و51 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم. لو بتدور على آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية، النهاردة هنعرفك السعر الرسمي في البنك المركزي وباقي البنوك المصرية. نبدأ على بركة الله. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه و51 قرش للشراء، 47 جنيه و65 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري الدولار كان ثابت، فسجل 47 جنيه و53 قرش للشراء، 47 جنيه و63 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي وبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، فسجل الدولار 47 جنيه و48 قرش للشراء، 47 جنيه و58 قرش للبيع. السوق بشكل عام هادئ، والدولار محافظ على نفس مستوياته في كل البنوك المصرية لحد دلوقتي. أتمنى يا رب ما أكونش طولت عليكم. لو حابين تتابعوا أسعار الدولار والعملات وأهم الأخبار الاقتصادية أول بأول، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن أسعار الدولار في مصر. ألقاكم بأمان الله. سلام.